السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العبقري. تعالى يا صديقي أخدك معايا رحلة مهمة جدا إلى البرايمر ليج اللي هو الدوري الإنجليزي عبر نادي برنتفورد الإنجليزي. مهاجم الفريق بتاعه ما الذي تسبب في رهان الفريق ورهان هو شخصيا إلى 232 مباراة، وهو المهاجم نادي برنتفورد الإنجليزي إيفان توني، اللاعب الذي راهن على 232 مباراة. وبعد كده اجروا صحافه الاتحاد الانجليزي ورابطه الانديه المحترفه في الدوري الانجليزي العديد عليه من الابحاث ان هو كان متسبب في الرهان. وبعد ما طلع واتخرج بعد ما توقف 8 شهور من رابطه الدوري الانجليزي المحترفه، خرج في بعض اللقاءات الصحفيه بيقول ايه ده: انا شخص مشهور، واي شخص مش مشهور ما عندوش فيمس بربع جنيه فكه كان بيعمل الحاجات دي. طب انت لعيب كوره عندك بالملايين والملايين، ليه تعمل كده؟ سيبك من كده. تعالى معايا يا صديقي اخدك بقى في ايدي اليمين ونطلع دلوقتي نتكلم على رحله المراهنات اللي بدات من عن طريق الاغريق والرومان. الاغريق والرومان، سيبك من الحته دي. تعال نطلع الى فنلندا بسرعه. فنلندا بقى اللي كان بيرانوا على الخيول، بيرانوا على لعبه الكوتشينه، كانوا بيقتلوا في بعض بس بيتبسطوا، والله كان عظيم كانوا بيتبسطوا. سباق الخيول والكلام ده كله. مين بقى الدولة الوحيدة ساعتها اللي كان عندها المراهنات ولعب القمار ولعب الميسر ماشي بطريقة قانونية بطريقة شرعية؟ الحاجات اللي كانت بتطلع من فنلندا بتروح فين؟ بتروح السويد. فالحاجات دي كلها عملت لخبطة في الاتحادات الأوروبية المختلفة بعد ما لعبة المراهنات اتطورت وبقت شبكات ومنصات عالمية. وانت الناس اصلا اللي بتلعب لعبة المراهنات مفكرة المراهنات وسيلة للربح، وهي عكس كده تماما. عمرها ما كانت وسيلة للربح. لعبة المراهنات بتدمرك وبتدمر بيوت وانت مش واخد بالك. بس خد بالك من حاجة مهمة جدا عايز احكي لك عنها. لعبة المراهنات دخلت أندية كبيرة وأندية مهمة جدا جدا جدا. بس أصلا لعبة المراهنات كانت من العصور القديمة، من أوائل من أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات، اللي هو منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى. وكانت الحرب العالمية التانية في الفرن ولسه هتطلع، اللي هي من عام 1939 إلى عام 1946، الحرب العالمية الثانية. بعد كده هننتقل الى الاغريق والى الرومان لما هم كانوا بيستخدموا المراهنات. كانوا بيستخدموا لعب صعبة زي لعبة الخيول ولعبة الستول ماشينز اللي هي المراهنات الرياضية على جميع النواحي المختلفة، ومش شرط في كرة القدم بس، دي حاجات كتير وحاجات فرعيات كتير. بس خد بالك، أول كازينو اتفتح في مدينة إيه؟ في مدينة إيطاليا. فين؟ في فينيسيا الإيطالية. هذه المدينة عام 1963 كان اول كازينو ايطالي يفتح في مدينه فينيسيا. بعد كده انتقلنا الى حاجه مهمه جدا. عايز اعرفك حاجه، ان المراهنات اي حد يخش فيها، اي حد يقع في الادمان ده، اعرف ان هو مش هيبقى نافع خالص، لان هو عدى كل الحدود ومش ناقص له غير خط واحد اللي هو يمشي عليه، وده ادمان هتخش فيه مش هتعرف تخرج منه. لو كسبت 100 مرة، كسبت مرتين تلاتة قد كده، هتخسر 1000 مرة وانت مش كسبان. انت كسبان خسران، انت برضو اللي هتفضل خسران، لان انت ما حطيتش في دماغك اللي انت عايزه. أندية كتير بقى انتقلت إليها. تعالى عد معايا. في الدوري الإنجليزي ويست هام لايتس يونايتد عندها شركة مراعاة للعبة المراهنات. وفي الدوري الفرنسي ده نادي مونبلييه ونادي باريس سان جيرمان كانوا متعاقدين مع شركة مراهنات عالمية دون ذكر أسماء. ثم ننتقل إلى حاجة تانية خالص. في الدوري الأسباني نادي برشلونة كان متعاقد مع العديد من شركة المراهنات. دلوقتي انديه كبيره وتخش في اللعبه دي وتخش في اللعبه دي، وانت بيقول لك زي مثلا دلوقتي انا رانا على ماتش الاهلي والزمالك، اشوف مين يكسب اخد فلوس. خدت فلوس بعد كده مش هتاخد فلوس، بعد كده لا مؤاخذه يعني مش هتاخد حاجه منهم خالص. ده منصة اقتصادية ضخمة نصابة عايزة فلوسك وانت مش فاهم كده. هكسبك 50 جنيه، هكسبك 100 جنيه، هتخسر 1000 و2000 جنيه، وبعد كده تروح تسرق دهب امك، تاخد فلوس من جيب ابوك وهو نايم، وانت استفدت ايه؟ ضحكت الناس عليك. بقيت عاصي عند ربنا بسبب الفلوس الوحشة السكة الشمال اللي انت اصلا مش عارف تجيبها منها فلوس غير منها. وده غلط، والله العظيم ده غلط. العبقري دلوقتي لما بيجي يتكلم في النقطة دي مفكرين ان الناس اصلا ممكن يكون الواد ده بيتكلم على كده عشان بيعالج اللي هو خوفه والكلام ده كله. وانا خايف مش هطلع اتكلم واقول كده، بس عايز اعرفك على حاجة. لماذا المراهنات دخلت مصر والوطن العربي بالاخص؟ لان هم عايزين يدمروا بعض البلاد العربية، البلاد القوية العربية،
علشان شبابهم يتجهوا الى طريق الانحراف وطريق النصب وطريق الادمان. ادمان بقى مراهنات، ادمان مخدرات، ادمان الكيف، كل الحاجات دي بتأثر عليه. دي مش لعبة كورة بس، دي مش كورة بس، مش كورة بس، دي لعبة مراهنات بقى على الطيارة، لعبة مراهنات على بلينكو، على الزهر، على القمار، الحاجات اللي ربنا محرمها شرعا ودينا واخلاقيا وقانونا، جابوها لك البلاد الأوروبية والأجنبية عن طريق تطبيقات الإلكترونية. وانكس بت بقى، ميل بت، بيري بلس، ده وده 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 وده، كلها حاجات ملهاش لازمة يا حبيب قلبي، انت اللي بتلبس في الآخر. بس خد مني نصيحة وأقولها لك، نصيحة لأعزائي المشاهدين، نصيحة للجماهير. خد بالك، المراهنات مش وسيله للربح. المراهنات ياما دمرت شباب، ياما خربت بيوت، ياما وياما وياما وياما. يعني انا دلوقتي مثلا او اي حد، واحد في الشارع ابوه رميه، اروح اساله ابوك رماك ليه يا ابني؟ ابوه باع العفش كله ليه؟ ده كان ناقص يرهني ويرهن امي بسبب لعبه المراهنات. الفلوس اللي بتجيلك هتعمل بيها ايه؟ سجرتين والموضوع خلص؟ لا، مش كده. خد بالك من اللي انت بتفكر فيه، لان انت بتفكر فيه ممكن يبقى غلط. ليه ما تقعدش تشارك مع مراتك، مع عيالك، انا نفسي في كذا ونفسي في كذا ونعمل كذا، بالصبر. ويت، خلي عندك ويت كده، خلي عندك ساينس فاكشن عالمي، خلي عندك سكسسفول ناجح، خليك ناجح كده، خليك عندك طموح. لعبة المراد مش هتنجحك في اي حاجة، ابعد عنها. بقول لك تشيلسي وبرشلونه وليفربول وليدز يونايتد وويست هام ولاعيبه معاه بالملايين، عشان ده ادمان. هم دخلوا في دماغه كده. ايفان توني كان مهاجم برينتفورد الانجليزي وعنده جوان كتير جدا. تعرف يعني ايه لاعب يراهن على 232 مباراه؟ ولاعيبه كتير، لعيبه كتير، لو والله لو جبت للصبح ما هنخلص منه. بس انا طالع اقول لك حاجه واحده، اياك ولعبه المراهنات، اياك ولعبه المراهنات. لو وصلت لاخر الحلقه ما تنساش الاشتراك واللايك واعمل لي فولو.